ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الكيك اليومي للشاي، الفطار للصبح بطريقه سهله وبسيطه ومش مكتومه وهشه خالص وزي القطن. هنعملها بالفروتي بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نشوف المقادير وعملنا الكيكه دي ازاي. في الاول كده انا معايا 4 بيضات، انا هنا كسرت البيض، بيض يعني فانيليا. هنحط عليهم كيس من الفانيليا كده او ازازه او معلقه لو الفانيليا سايله، اي حاجه المتاح. وبعد كده بالمضرب الكهرباء وهنضرب، هنخفق البيض ده كده كويس. بعد كده بقى بنزل بكوبايه ونص سكر ناعم، وبضرب برضو لحد ما المكونات اللي معانا دي تفتح، يبقى لونها فاتح زي ما انت هتشوفي الوقت بالشكل ده كده. شايفه لونها بقى ابيض، لحد ما اللون بتاعها يبقى ابيض. يبقى اضربي البيض والسكر مع بعض لحد ما الخليط يتحول للون الابيض كده. وبعد كده بنزل بكوبايه الا ربع من الزيت، وكمان كوبايه من عصير التانك او الفروتي بطعم البرتقال، ونضرب برضو كله في اتجاه واحد كده. خلي الضرب بتاعك كله في اتجاه واحد. ومعايا بقى هنا كوبايتين دقيق. الدقيق معايا متعدد الاستخدام، حطيت كده كوبايتين، وبحط عليه كيس من البيكنج باودر او كيك شيف. بفضي كده الكيس كلته، برضو بضرب الدقيق بقى مع المكونات السائلة دي لحد ما الدقيق يختفي تماما وما يبقاش فيه اي دقيق ولا اي تكتلات خالص. وزي ما انا قلتلك خلي ضرب الاتجاه بتاعك في اتجاه، في ضرب الخليط بتاعك في اتجاه واحد. بكون بقى مجهزة صينية عندي، حاطة فيها رشة بسيطة خالص، دهنة بسيطة بالفرشة كده من الزيت، وحاطة عليها رشة من الدقيق. وهزيت الصينية كده ونزلت الدقيق اللي هو الهالك. يعني انا بحط كده شوية رشة من الدقيق وبهز الصينية كده وبنزل الدقيق الباقي، وبفضي الخليط وبتدخل الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. وبعد كده اما بتستوي وبتعلى معانا بولع عليها الشواية بتاخد لون من فوق. بس انا هنا انا عشان الفرن اتفتح عليها، وخدي بالك الفرن ما يتفتحش عليها لان هي كانت عامله فوم عالي قوي، وما الفرن اتفتح عليها بتهبط معاكي. وعشان كمان من نجاح الكيك لازما اما الكيك يخلص في الفرن ما تطلعهوش على طول، افتحي الباب بتاع الفرن كده وسيبيه حوالي دقيقتين ولا حاجه علشان خاطر ما تهبطش معانا خالص. يعني طفي النار وسيب الصينيه بس حوالي دقيقتين والفرن مفتوح كده، مش هتهبط معاكي خالص. بتقطعيها بقى براحتك كده. بس انا بصراحه ما كنتش مالكه لان انا كنت ماسكه التليفون بصور بايد والايد التانية بتقطع، فما كنتش عارفه اصور كويس ولا اقطع كويس حتى. فانا هنا طلعتها على قد ما اقدر لان زي ما انا قلت لك ماسكه بايد وبقطع بايد، فما كنتش مالكه ان انا اطلع لكم صوره احسن من دي. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك حط لي لايك، ولو مشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعلي زر الجرس.